السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة جايلكم فيديو جديد إن شاء الله يعجبكم. بصوا بقى، احنا من يوم ما نضفنا التنظيفة اللي كانت عميقة جدا دي، وانا بصراحة ما فرشت. قلت ايه، انا هسيب الفرش بقى ان شاء الله لحد ما والدنا يجي يقرب يجي كده بالسلامة، تكون الدنيا ايه، بصوا حلاوة العمرة بقى، تكون الدنيا مزهزهة كده ونظيفة. فانا عملنا الروتين مع بعض وظبطنا الدنيا، بصوا تظبيطه اللي كانت حلوه قوي دي. بس قلت بقى ايه، انا اخلي الدنيا عارفين اللي هو بزهوتها بقى كده، افرش قرب ما يجي ان شاء الله على الخير من العمره. وقد كان بقى، هو خلاص على وشك ان هو يوصل ان شاء الله. فقررت بقى ان انا افرش ايه كده واظبط الدنيا على وضعها اللي بقى نضيف زي الفل ده. ما كانش حاجه في مكانها، يعني ولا كرسي في مكانه ولا ترابيزه في مكانها. انتوا عارفين ان احنا شقلبنا الدنيا خالص المره اللي فاتت. فبصوا بقى هفرش. والمره اللي فاتت قلت لكم ايه، انا بفكر يعني اشيل السجاد ده اغسله واحط غيار مكانه. بس بصراحه لقيته ان هو يعني مش متسخ للدرجه ان هو يتشال. ممكن نقعد عليه كمان شويه واستنى كمان شويه بصراحه لغايه ما الايام البرد دي تعدي ويبقى فيه جو مشمس كده وحلو، عشان اغسله واحطه في الشمس. فيبقى حلو يعني. وكمان ايه، استنى شويه لانه مش متسك قوي، فحرام يعني اشيله دلوقتي. وده اللي انا عملته، حطيت السجاد تاني اللي انا شلته، فرشته تاني. انا لما نفضته وكده والدنيا ظبطت فبصراحه ايه، رجعته تاني زي ما كان. وبدات بقى ايه ارجع برضو الكراسي زي ما كانت، زي ما بقول لكم ما كانش اي حاجه خالص في مكانها. جبت اشتريت انا، عارفين اللي كانوا في ايديا المره يعني من شويه دول، مشايتين كده حلوين قوي هيعجبوكوا. عارفين اللي هو المشايات الخفيفه التركي اللي هي ليها من تحت كده بتمسك في السيراميك. فاشتريتهم بصراحه عجبوني اشتريتهم. وكانوا رخاص قوي، يعني الواحده ب30 جنيه. بصراحه في حاجات كده لقطه ما تتسابش، فعجبوني بصراحه فاشتريتهم. احطهم ايه بحيث ان هم ما يتحركوش، واحده قدام السلم واحنا طالعين كده، وواحده قدام الباب اللي بنخرج منه للجنينه. اللي قدام السلم دي بيكون الولاد نازلين مثلا وكده، فبتمشي مع رجليهم. فخفت بصراحة حد يتزحلق كده من السجادة او المشاية اللي انا حطاها. فبصراحة دي كانت حلوة قوي. عملت كده فعلا، وكانوا لايقين مع الدنيا. انا اخترتهم بصراحة، يعني اخترت واحدة لايقة مع الانتريه النبيتي ده، واخترت واحدة برضو لايقة مع السجادة اللي هي في الاول واحنا طالعين على السلم. كانوا حلوين قوي، وزي ما قلت لكم مش بفلوس. بصوا انا بحب دايما لما الاقي حاجة مناسبة يعني. ما احبش اشتري مثلا لنفسي حاجة او اي حاجة، يعني ما افكرش في الموضوع ده. بس احب اشتري للبيت، يعني عارفين احب جدا اشتري حاجات للبيت. يعني لو عجبتني مثلا فازة حلوة، عجبتني مثلا ولو حتى وردة، والله العظيم لو وردة عجبتني. فانا احب يعني احب اشتري حاجات للبيت على طول. برواز حلو، سجادة حلوة. يعني بصوا احافظ، واحب كمان اشتري حاجة تحافظ على المكان. في ستات، يعني في ستات مثلا تحب تشتري هدوم، تحب تشتري اقول لكم ايه، مكياج، تحب تشتري اي حاجه، اكسسوارات، اي حاجه. انا احب اشتري حاجه في البيت، يعني حاجه ازين بيها بيتي. زي ما قلت لكم، شجره حلوه، مفرش حلو. انا احب كده بصراحه. ف- فبصوا المشايات اللي انا بكلمكم عليها دي هوريها لكم دلوقتي واحنا بنفرش. هنا بقى خلصت الانتريه التاني، جيت على ده بقى. فرشت برضو السجاده، رجعت الترابيزات زي ما هي. انا كنت مرتبه كل حاجه، انا كنت مرتبه الترابيزات على بس ان هي تتشال تتحط في مكانها، مش اكتر. وبصوا يعني تلاحظوا ان في على الترابيزات يعني حاجات كده. انا بحب كده، يعني بحب اشتري الحاجات واحطها في اماكن. واحب اشتري تحف، لو زادت التحف عندي لا ما اقولش كفايه بصراحه يعني.
فانا بحب الحاجه دي اهو. بصوا اللي في ايديا دول، واحده النبيتي دي لقيت جدا جدا على الطقم اللي هو قصادها النبيتي، والتانية بقى دي هوريها لكم برضو لما تتحط عند السلم دلوقتي وبيمسكوا في الارض. عايزه اقول لكم ما بيتعتعوش، فدول حلوين قوي يعني. جربوا النوع ده من السجاد، هو مش اشبه من السجاد، هو اشبه بحافظه. يعني هتعجبكم جدا. هنا بقى بصوا واخداها حته حته كده. طبعا الستاير دي مفتوحة من يوم ما نفضنا، فالضوء يعني ما تحاوليش اللي عنده ضوء زي كتير كده، يعني ما تحاوليش تفتحي الشبابيك، ما تعمليش زي تفتحي الشبابيك فترة طويلة قوي، يومين او 3 او كده. لا، عشان تحافظي برضو على العفش وعلى الستاير، انه الضوء والشمس يبهت لونهم. فلازم ناخد بالنا من كل الحاجات دي برضو. هنا بقى رجعت كله برضو حاجة زي ما كانت. كراسي السفرة رجعتها في مكانها. والله العظيم ما فيش اي حاجة، يعني انا من يوم الروتين اللي عملناه مع بعض والغسلة الحلوة دي ما عملتش اي حاجة. بنزل بس المطبخ اعمل الاكل واطلع، بس هو ده كل الموضوع. فما عملتش اي حاجة من يوميها. بس النهاردة بقى قررت لا، يعني خلاص ظبطي الدنيا بقى ورجعي كل حاجة زي ما كانت كده. وهنا بقى بصوا كل حاجة رجعت مكانها. السفرة اللي ما كانتش خالص في مكانها ولا كرسي في مكانه، كل حاجة اتظبطت، كل حاجة رجعت مكانها. آه، بصوا هسيبكم بقى مع الفيديو تكملوه كده في استمتاع بقى وبلاش دوشة. وان شاء الله تستنوني في فيديوهات تانية اعملها لكم على خير تعجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناة عشان عائلتنا تكبر ونبقى اكبر واكبر، وتفعلي الجرس عشان كل الفيديوهات اللي انا بعملها توصلك. واستنوني فيديوهات تانية ان شاء الله على خير. اشوفكم في رعاية الله، مع السلامة.